اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. لايك وشير واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. تعالوا بقى نعمل ايه حاجه حلوه كده النهارده. هنعمل شويه كنافه. لما نشوف هنعملهم ازاي، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس وتصلوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. تعالوا بقى نعمل اول حاجه ايه، الشربات بتاع الكنافه. هعمل كوبايه ونص سكر كده على كوبايه ونص ميه. هيغلوا غلوه وهقوم طافيه وحاطه فانيليا عشان الريحه. ما فيش فانيليا ممكن تعصري ليمون. يلا بينا. نعم، نولع النار. احط الحله اهي، هتغلي غلوه بس، واقوم طافيه وحاطه الفانيليا. ما فيش فانيليا تحطي عصير ليمون. عايزه ايه؟ هنعمل الكنافه بتاعتنا بالكاستر. نحط هنا ايه، معلقه كاستر كده، وهنا معلقه نشا بس، وانزل عليهم باللبن. نقلب وهحط السكر بتاعي على حسب التحلية بقى. انا حطيت 3 كبار على كوباية اللبن، لو عوزت تاني هحط، بس يا سليم. واقلب بقى البتاع مسك في الارضية، نقلبه لحد ما ايه هنا انا خلاص حطيت السكر اهو ودوبته، رفعتها على النار وهفضل اقلب فيها كده. وهنا السيرم بتاعي خلص اهو، حطيت له الفانيليا وطفيت النار. لا، النار لسه، طفيتها. وهنا اقلب فيها لحد ما تغلي. الكاستر بتاعي معلقه كاستر ومعلقه نشا وكوبايه لبن، ونقلب. والسكر طبعا اني بعملهم اول حاجه عشان يبردوا على بال ما اعمل الكنافه. شايفين هي كده معايا، هي بقت جاهزه. هديت عليها النار انا حاليا دلوقتي. شايفين كده الكاستر بتاعي بقى جاهز. مش عارفه لونه مش ملون، ليه المفروض يبقى برتقاني، بس يلا مش مشكله. هنا انا عندي اهي، حطيت في الصينيه بتاعتي السمنه، سيحتها وحطيتها. هنعمل بقى الكنافه. انا حطاها في الفريزر يعني جامده، هتتفرفت معايا على طول. عايزه تفرفتيها على طول حطها في الفريزر، هتلاقيها بقت ايه، مفرفته معاك. شايفين هي معايا ايه جامده. افرفتها كده اهو اهي. شوفوا بتنزل بكل سهوله ازاي، بفركها بايديا بتقوم نازله اهي. اهي بتتفرفت كده، بعكها كلها بالسمنه. شايفينها بقت عامله ازاي. انا حطيت الكاستر يبرد عشان لما اجي احطه عليها يبقى بارد، على بال ما اخلص الكنافه. كده تمام اهي. ده كيلو كنافه، نعكه كويس جدا بالسمنه. دي بعد انا معكتها خلاص كلها
بالسمنة. شايفين بقت عاملة ازاي وغيرت شكلها. نقسمها بقى نصين في الطبق ده. عشان كنت مسيحة في زبدة فقلت بقى ايه يعني ايه تاخد من الزبدة. نفرد دول بقى كويس كده في الصينية وتبططيهم كويس عشان الكنافة تطلع معاكي ناجحة. صلوا على النبي كده يا جماعة. هي مفتفته خالص فبتتفرد معايا بكل سهولة. اهم حاجة ما تسيبيش حتة من الارضية فيها فاضية علشان الكاستر اللي هتحطيه ما يلزقش في الارضية. لازم تضغطي جامد علشان القالب بتاعك يطلع مقرمش. شايفين انا عاملين هنا الحوافي علشان ما علشان ما تطلعش الكاستر بتاعي بره. بسم الله. انا حريصه ان انا ما انزلش على الحوافي بره علشان ما بوظش الصينيه. اوزعها بقى كده بالراحه وما اجيش ناحيه الاطراف. شايفين انا ما باجيش ناحيه الاطراف خالص، سايبه ما بين دي وما بين دي مسافه. همسك كده وايه وهوزع بقى لحد ما اغطي الطبقه دي كلها. بتيجي بقى بتبططي ايدك لبره كده، بتتكي بره. شايفين؟ وبنزل هنا بالراحه ما بتكش قوي هنا. انا سايبه حبه عشان لو في كاستر طلع ولا حاجه. اهو ونبطط. كده انا خلاص خلصت الصينيه بتاعتي ما شاء الله، وهدخلها بقى الفرن وما تطلع نشوف هنعمل فيها ايه. هنا اهو طلعت من الفرن. هنزل عليها بالشربات. بسم الله. عندي هنا مانجا ازوقها كده بالمانجا. انا بحطها اشكال عشوائيه عادي لانها متكسره مكعبات.
فسايبه الجزء ده اللي مش حابب ياكلها بالمانجا. ده بقى كراميل. دي شوكولاته مش عايزه تنزل ليه. انا عملتها هنا نص اهو بالفاكهه والكراميل والشوكولاته، وسبت الحته دي فاضيه عشان اللي عايز ياكلها كده. وكده بقى تبقى صينيه الكنافه بتاعتنا. شايفين الجمال اهي ما شاء الله. وقطعتها اهي. شايفين الكاستر جواها، شايفين عامل ازاي. هي عامه اصلا لسه سخنه، شايفين. جميله وطعم السمنه البلدي فيها. يا ريت بقى ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناه، وتفعلوا لي زر الجرس، ومتنسونيش بكومنت حلو. تعالوا بقى كلوا معانا بألف هنا وصحه يا رب على اللي هياكل، واستنوني في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله.